كلمة المواطنين في مركز أشمون. والله هو المواطن في مركز أشمون مواطن واعي وعلى درجة عالية من الوعي والثقافة والكرم، وشعب جميل. فاستكمالا للمسيرة اللي بدأها السادة رؤساء المدن السابقين وعلى رأسهم السيد اللواء أبو المعاطي الدكروري، احنا بنقول يا جماعة انتوا تعاونتوا مع الناس كلها، فإن شاء الله بإذن الله وكنتوا قد إيه كرماء وممتازين وعندكم صبر وقوة تحمل، فإن شاء الله بإذن الله في الفترة اللي جاية كل اللي بطلبه من حضراتكم إن أنتوا تصبروا علينا شوية إن شاء الله بإذن الله على ما نخلص الرصف إن شاء الله بإذن الله. وعايزين اللي عايزينه من حضراتكم التزام في السلوك. انتوا ما شاء الله عليكم اخلاقكم عاليه جدا، ولكن في بعض حاجات فرديه كده بتحصل، ان احنا نزرع اشجار ونجنب المدينه تتقلع الاشجار، ان احنا نعمل انترلوك وبلاط ونركبه، وربنا سبحانه وتعالى بيبقى عالم ازاي الحاجه دي اتعملت بصعوبه وبمعاناه، لان عندنا في عجز في العماله وفي الامكانيات، ورغم ذلك نبص نلاقي الحاجه دي برضو عربيه دخلت فيها كسرتها. فبرضو بيبقى في سلوكيات فرديه يعني الى حد ما شاذه شويه. في برضو ان احنا الحوادث اللي حصلت الفتره الاخيره السير في عكس الاتجاه، في بعض الشباب بالموتوسيكلات بيمشي في عكس الاتجاه، في بعض برضه مش الشباب اللي هم الناضجين، يعني شباب ناضج تبص تلاقيه ماشي بالسياره بتاعته في طريق مخالف في عكس الاتجاه اللي بيؤدي لحدوث الحوادث. ويمكن احنا كنا عاملين حمله امبارح مع قائد المرور بالمدينه، ومسكنا برضه بعض العربيات والموتوسيكلات وبنقول يا جماعه عشان خاطرنا لو سمعتوا تعاونوا معانا على قد ما تقدروا، على بال ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه البسيطه ربنا هيوفقنا، هنقدر نرصف الطريق اللي عليه المشكله اللي هو من عند المزلقان لغايه الانطره البيضاء اللي هي المشكله اللي بين الري والطرق. ان شاء الله باذن الله يعني انا عايز اقول اتحلت ان شاء الله باذن الله، وهنبدا اليومين الجايين دول فعلي شغل فعلي ان شاء الله. ولكن التزموا بالاتجاه، التزموا بالسلوك الحلو، وانتوا دايما هنعلى بيكم، مش هنقدر نعمل حاجه الا بيكم، لان مفيش نهضه الا بالشعوب، مفيش نهضه الا بالشعوب. ففعلا دايما اشمون سباقه بالخير، دايما اشمون رائده، دايما اشمون مميزه في الدنيا كلها، او على مستوى الجمهوريه اشمون مميزه. خدت مسابقه احسن مدينه على مستوى الجمهوريه مره او مرتين، وخدتها اكتر من مره على مستوى المحافظه. طبعا سباقه يعني اشمون رائده، فمش جديد عليها ابدا ان احنا فعلا يتعاونوا معانا ويتواصلوا معانا. وتليفوني مفتوح تحت امر حضراتكم، ومكتبي مفتوح 24 ساعه، تليفوني مع حضراتكم الكبير والصغير 24 ساعه. اي حد شايف فيه قضيه فساد يقول لنا، يبلغنا، شايف فيه حاجه اوفر او شاذه شويه او الماء حتى لو بسيطه من وجهه نظره برضه يبلغنا بيها. واحنا عندنا ان شاء الله باذن الله طول بال وصدر رحب واستعداد للسماع الجيد اللي يؤدي نتيجه حلوه ان شاء الله باذن الله، سواء في اي قطاع، في الصحه، في التعليم، في البيطري، في التموين، تحت امركم في اي حاجه. احنا كجهاز تنفيذي كلنا قاعدين لخدمتكم. كل سنه وانتم طيبين.